في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يؤديها إلى فرنسا، أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي محادثة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كما تم التوقيع على 4 اتفاقيات بعدد من المجالات، ومنها التوقيع على إعلان نوايا بين تونس وفرنسا سيتم بموجبه تحويل أكثر من 136 مليون دينار من ديون تونس لدى فرنسا إلى مشاريع تنموية. من قصر ليزانفاليد بالعاصمة باريس كانت المحطة الأولى لزيارة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي إلى فرنسا، حيث التقى بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وسط مراسم استقبال رسمية وعسكرية كبيرة. الهدف من زيارة السبسي إلى فرنسا هو رفع سقف التعاون المشترك بين البلدين إلى مستويات عالية، وهو ما مثل محور المباحثات بين القيادتين في قصر الإليزيه الرئاسي، قبل أن يتم توقيع 4 اتفاقيات ثنائية. الأولى تتمثل في إحداث مجلس تونسي فرنسي للحوار السياسي، فيما سيتم بموجب الثانية تحويل ما قيمته 60 مليون يورو من ديون فرنسا المستحقة على تونس إلى مشاريع استثمارية. أما الثالثة فهي دعم مالي بقيمة 400 ألف يورو في مجال حقوق الإنسان، فيما ستعنى الرابعة بالمجال الثقافي. لكن الرئيسين أكد أن التقارب والتعاون بين البلدين لن يقتصر على هذه الاتفاقيات. مسارنا سيكون نحو تنمية اقتصادية واجتماعية، ولتحقيق هذه التنمية لابد من ضمان الأمن أي محاربة الإرهاب. فرنسا ستعمل على ضمان التعاون المثالي الذي تنتظره تونس من فرنسا، تعاون في المجال الأمن ومحاربة الإرهاب. نحن ننتهج هذه السياسة منذ أشهر، ونحن ندعمها خصوصا من أجل حماية الحدود التونسية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. Cette politique ensemble et nous la renforcerons notamment pour la sécurité de la frontière tunisienne et pour l'échange d'informations de renseignement. مؤشرات إيجابية تلوح في أفق مستقبل العلاقات التونسية الفرنسية من خلال اليوم الأول لهذه الزيارة، وتمهد الطريق نحو مزيد من التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي. من على منصة مجلس الشيوخ ألقى الرئيس التونسي كلمة أمام عدد من السياسيين والمثقفين من البلدين، دعا فيها إلى تجنب الخلط بين الإسلام والتطرف الإسلامي، وذكر فيها بأن تونس هي بلد للتسامح. وفي جامعة السوربون المرموقة، حيث زاول رئيس الدولة دراسته الجامعية، تم منح الباجي قايد السبسي دكتوراه فخرية تكريما له ولتونس. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.